هو ايه ده يا جدعان؟ هو مين المهدي سليمان ده؟ ده عمل ماتش بتاريخ حراس مرمى، سيبك من الكره اللي صدها 3 مرات ورغم ان هو صد بشكل عالمي جدا، ولكن كره حسين الشحات ديت الكره مش طبيعيه، حارس اسطوري في الكره ده. تخيل حارس مرمى يكون على اقصى المرمى واقع على الارض يقوم ويضرب سبرنت بعرض المرمى ويروح يصد كره حسين الشحات، كرة متسدده بشكل صاروخي على بعد متر من المرمى، يطير عليها بايده وبرجله وبعقله وبروحه وبقلبه كانه بيلعب على شرفه. لا مش طبيعي المهدي سليمان عمله النهارده هتكلم عن ماتش الاهلي والاتحاد السكندري، ولكن في البدايه حبيت ابدا الفيديو بالفريق الاضعف او الفريق اللي هو متوقع ان مفيش حد هيتكلم عنه، واتكلم واشيد بافضل لاعب في الفريق ده لان الناس كتير ممكن ما تتكلمش عنه، وهو المهدي سليمان. حاجه مش طبيعيه جدا. المهدي سليمان اكتشف نفسه مؤخرا، عشان كده استحق انضمام للمنتخب المصري في الفتره الاخيره. عايزين نتكلم عن حاجات كتير في المباراه النهارده، هنتكلم بشكل تفصيلي وبشكل كبير جدا عن نقاط كتير جدا، وهنتكلم عن حاجه ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها، وهي سبب عناد مارسيل كولر ولجنه التخطيط ولجنه الكوره. والكلام ده مش النهارده ولا امبارح ولا ده خبر حصري ولا الكلام ده، ولكن على سبيل الصفقات، وهنتكلم في كل الحاجات دي. ولكن هنتكلم النهارده في اول حاجه هنبداها، وهي كوره محمد طاهر اللي ضاعت في بدايه المباراه. طبعا النادي الاهلي عمل ضغط متقدم زي ما بيعمل في الطبيعي، ولكن انت طبعا ما حسيتش بالكلام ده، وانت ما استفدتش بالكلام من الضغط المتقدم اللي انت بتعمله بسبب انك بتلعب بمهاجم يعني ما بيظهرش تماما، وهو محمود كهربا. طبعا كلنا دلوقتي عرفنا قيمه وسام ابو علي، مش بس من الناحيه التهديفيه ولكن كمان وان هو بيضغط على المدافعين بشكل مش طبيعي وبشكل قوي جدا، ما بيبطلش جري وما بيبطلش ضغط على المدافعين، عكس كهربا اللي واقف طول المباراه وجات له كذا كوره على الواقف، ورغم كده ضيعهم. واحده جات له في الشوط الاول على راسه متقشره حطها بره، واحده جات له في الشوط الثاني اسهل ما يمكن حطها برده بره. ما تعرفش كهربا محتاج ايه عشان ان هو يسجل. ايوه بالظبط، محتاج ضربه جزاء. عشان كده في ضربه الجزاء الثانيه اللي سجلها السوليه كان بيشاور للمدرب عشان يشوطها، يا خوفي لو كان سابها له وكان ضيعها. ما هو ده اللي كان ناقص يضيع ضربه جزاء كمان. كهربا مثير للشفقه بشكل كبير جدا، وده برده نقطه لازم نتكلم فيها، وان مارسيل كولر مش مشخصنها تماما مع كهربا، لانه كان يقدر يلعب بتاو كمهاجم صريح او يلعب بتاو جناح وينزل طاهر كمهاجم صريح، ولكن فضل ان هو يبدا بكهربا عشان يرد على كل الناس اللي بتقول ان هو قاصد ومشخصنها بشكل شخصي مع كهربا، ولكن هو اداله الفرصه وكهربا رمى الفرصه وما استغلش ولا مسك بالفرصه باي طريقه. عايزين نتكلم بقى عن الضغط العالي اللي عمله النادي الاهلي وكوره محمد طاهر في وضع النادي الاهلي بيضغط على الاتحاد السكندري في وضع 4-2، في وضع هجومي مرعب حرفيا. محمد طاهر خد القرار وقطع الكوره و4-2 او 5-2 في الكوره اللي انت شايفها قدامك، ولكن محمد طاهر خد قرار ان هو يروح اقصى اليمين، ورغم ان في مسافه كبيره جدا بينه وبين مدافع الاتحاد الا انه صمم وزق الكوره، مع ان كان قدامه خيارين، ان هو يباصي يخش للعمق شويه ويباصي لامام عاشور، او يلعب من اول مره لحسين الشحات هناك على اليسار. ولكن محمد طاهر خد القرار ان هو يعدي بنفسه ويدوس رغم ان في مسافه كبيره بينه وبين المدافع، ولكن راح وخد القرار يعدل بقى من القرار والقرار الثاني، وان هو مثلا يقدر يلعب لامام عاشور بلمسه بكعبه ولمسه بسيطه يودي امام عاشور قدام المرمى. لا، قرر يشوط، وده بسبب ان هو واخد القرار من الاول. وطبعا ده ما يمنعش ان هو اصلا افضل لاعب في النادي الاهلي في المباراه والماتش ده، وكمان اخر كام مباراه ومن بدايه الموسم محمد طاهر هو افضل لاعب في النادي الاهلي. حسين الشحات النهارده كان عامل مباراه كويسه. مارسيل كولر بدا المباراه بشكل يعني غريب. انا كنت يعني المفروض كان يبدا بقفشه اللي هو بيقدم مستوى هجومي وبيلعب وبيشارك في الفتره الاخيره، عكس السوليه اللي قاعد على الدكه بقاله فتره. كان يبدا بجوكا وجنبه امام عاشور تحت على الدايره ويلعب قدامهم بقفشه. ما كانش ليه لازمه ان هو يقعد قفشه على الدكه ويبدا بالسوليه اللي هو بعيد تماما، وما كانش ظاهر النهارده في المباراه بشكل كبير جدا. كان بيظهر على فترات كده وكان بيسبب خطوره، ولكن السوليه كان بعيد عن مستواه رغم ان هو سجل الهدف وهدف التعادل او هدف اللي الاهلي تعادل بيه النهارده، او الهدف يعني اللي هو النادي الاهلي سجله النهارده. ايه بقى جزئيه العناد اللي انا بتكلم فيها بالنسبه لمارسيل كولر؟ النهارده انت بتتكلم في ما فيش ولا صفقه جديده بتلعب مع النادي الاهلي باستثناء يحيى عطيه الله. ليه؟ لان يحيى عطيه الله هو اللاعب الوحيد اللي مارسيل كولر طلبه كان خيار اول، يعني قال لك انا عايز في الباك الايسر عايز يحيى عطيه الله، والنادي الاهلي جاب له يحيى عطيه الله، عشان كده هو الوحيد اللي بيلعب. اي لاعب تاني قاعد على الدكه. كل الصفقات الجديده مش موجوده. انت عندك عمر الساعي جايبينه ب 50 مليون جنيه، ورغم كده بيطلع بره القايمه، ولما دخل القايمه ما نزلش المباراه، ولعبت على حسابه في مركزه بلاعب ناشئ اللي نزل النهارده اللي اسمه يوسف او اللي اسمه سمير. انت متخيل معايا كميه العناد بين مارسيل كولر وبين لجنه التخطيط؟ ما تعرفش انت تلوم على لجنه التخطيط اللي ما نفذتش طلبات المدرب وما جابتش الصفقات اللي هو كان بيطلبها، ولا تلوم على مارسيل كولر ان هو اصلا بيعاند. خلاص انت هي دي القماشه اللي معاك وهي دي اللعيبه اللي معاك، هتعاند بقى ومش هتلعبهم ولا تدي لهم الفرصه وخلاص؟ هو ده اللي معاك، ما قدامكش حل تاني، تلعب ولا خلاص هنفضل نعاند؟
الاثنين غلطانين، وفي يعني ربنا يستر والموسم يعدي على خير لانه موسم قوي جدا، ولكن ان شاء الله مش اخر الكون ومش اخر مباراه نتعادلها او اخر مباراه نخسر فيها نقاط، ولسه الدوري طويل لان المشوار لسه طويل، وما يعني ما فيش اي مجال ان احنا نضيع نقاط ونخسر نقاط، ولسه بدري ولازم ندعم الاهلي ولازم كلنا نقف كاهلاويه نقف في ظهر النادي الاهلي لان الموسم لسه طويل ولسه بدري يا جدعان، ما حصلش حاجه، 1-1 عادي، حتى لو خسرت عادي لسه في بدايه الموسم يعني، ولسه بدري ولسه انت عندك غيابات، عندك وسام ابو علي غايب، عندك غيابات كتير، عندك يعني غايب على التوقف دولي وفي فريق، فموضوع عادي لازم نعدي الموضوع. التحكيم النهارده بالنسبه لي انا كاهلاوي كارثه وفضيحه جدا، مش عشان ضد الاهلي، ولكن حتى التحكيم النهارده كان خدم الاهلي في كره يحيى عطيه الله ضربه جزاء للاعمى، انا مش عارف ازاي ممكن يعني حد عنده ضمير يشوف الكره دي وما يحسبهاش ضربه جزاء، يعني بصراحه حاجه يعني غريبه جدا يا جدعان، احنا مش عايزين منكم كده كاهلاويه كزملكاويه، مش عايزين الحكام تخدم الاهلي ولا تخدم الزمالك، احنا عايزين نلعب كوره نظيفه، ما حدش بيطلب منكم تعملوا كده، ما تجودوش من عندكم، لان الكوره دي مستحيل تكون كده للصدفه او ما حدش شافها لانها واضحه للاعمى جدا، يعني التحكيم سيء جدا طول المباراه مش في الكوره دي بس كده كارثه، يعني مش هنقدر نوصف الكوره بتاع يحيى عطيه الله لانها كارثه تحكيميه وبتدل على مستوى التحكيم في الكره المصريه. سلام.